سحور النهارده على فيو التحفه ده وب 45 جنيه بس. المكان ليه الكافيه وموجود فوق فندق جولدن جول محطه الرمل، في عنده مكان اوت دور وكمان مكان اندور، بس انا حظي كان وحش الحقيقه، رحت في اليوم الوحيد اللي كان فيه شتاء فقعدت اندور. وكمان المكان بيكون فيه حفلات واجواء رمضانيه حلوه قوي، بس انا رحت بعد ما خلصوا برضه. والمنيو عندهم فيه فطار وسحور ومشروبات. طلبت من عندهم بقى وجبه سحور وحاجات تانية، ويلا بينا بقى نشوف الكلام على ايه. اول حاجه وجبه السحور، ودي بتكون عباره عن طبق فول وطبق جبنه بالطماطم واثنين بيض مسلوق وبطاطس ويدجز وسلطه وعيش. طبعا جربت اول حاجه الويدجز، طعمها كان حلو بس ما كانش فيه اي ملح، لازم طبعا تزود ملح وفلفل عشان تظبط معاك وتبقى 100 100. ودي عيبها ان كميتها كانت صغيره شويه. جربت بعد كده الفول، الحقيقه شكله كان غير مبشر قوي بس طعمه كان تحفه، وكمان لما تزود عليه شويه سلطه كده بيكون حلو قوي. جربت بعد كده الجبنه بالطماطم، طعمها كان كويس عادي زي الجبنه الفيتا المعلبه بس نوع كويس يعني. واخر حاجه البيض المسلوق، وده اكيد مفيش فيه تقييم يعني كل يوم بناكله عادي يعني. جربت بعد كده طبق البطاطس، كميتها كانت معقوله هنا بقى وطعمها كان حلو قوي وسخنه وعليها بهارات كانت كويسه قوي. نخش على التقيل بقى، طاسه الصدق بالجبنه. حاولت بقى كنت ذوق شويه واكل كده بالشوكه، بس قلت يلا بقى ما بديهاش ونخش بودن القطه على طول. طعمها بقى كان تحفه قوي، طعم الصدق كده ومعاه شويه فلفل الوان كان حلو قوي. الصدق نفسه جودته كانت جميله جدا، وكمان كميته كانت حلوه في الطاسه، وطعم الجبنه كان حلو قوي وقوامها مظبوط فعلا، لا هو صايص ولا في بشاميل كتير مكلكع، بجد كانت الطاسه تحفه جدا. جربت بعد كده طاسه البيض بالبسطرمه، اللي واضح فيها كده ان كميه البسطرمه كانت حلوه قوي، طعمها كان كويس قوي. طعم البسطرمه حلو مش مملح قوي عشان السحور، بس مفيش اي طعم سمنه في الموضوع، بس الطعم على بعضه كان 100 100. نحبس بقى باخر حاجه ومسك الختام، وهو شاي زردة، وده بينزل كده براد شاي ومعاه 6 اعشاب او نكهات، من اول النعناع بقى والقرفه والقرنفل، والجديد بقى حبق زي بتاع البدو في سينا وينسون نجمه واعشاب تانية قال لي على اسمها كده حاجه فيها بحر بس نسيت الحقيقه، بس ريحتها كانت حلوه قوي قوي. جربته بالنعناع العادي كان تحفه جدا طبعا، وكمان بقى اعشاب البحر دي كانت مختلفه وحلوه قوي، واللي بالحبق بقى ومعاه شويه نعناع كده حاجه اخر مكيفه، ليفل الوحش في الحلاوه بجد. وبس كده، اشوفكم بخير الفيديو الجاي، سلام.